The ads on Facebook and Instagram are successful, so we are going to increase the budget. Okay? Okay. Okay. See you. See you. انا اسمي اياد. بعد ما اتخرجت كان حلمي زي اي شاب ان انا اشتغل في شركه كبيره، بس للاسف كنت بترفض دايما في الانترفيو بسبب الانجليزي بتاعي. وقتها كنت متضايق جدا ان انا ضيعت فرصه زي دي، وقلت لا، انا هتعلم انجليزي وهرجع وهحط شروطي. وابتديت فعلا في اكاديميه فور ليفل 1. ابتديت معاهم من الزيرو خالص لمده 8 شهور تقريبا. مع فور ليفل 1 من اول مستوى ابتديت اتكلم بدون خوف او بدون تردد. مستويين كمان ثقتي في نفسي زادت، وابتديت اكون جمله، وشويه ابتديت اتكلم انجليزي من غير تفكير. اما بقى في المستويات المتقدمه بقيت اقول جمل مركبه ما كنتش اتخيل ان انا احفظها، والاكسنت بتاعي ظبط. الانجليزي لما ظبط معاه حاجات تانية كتير، فابتديت اخد كورسات. خدت كورسات في الديجيتال ماركتنج وفي السيلز، وقريت كمان كتب في البيزنس. بعدها كل ده فتح عقلي ان انا اقدر اشتغل اي حاجه، فاشتغلت فريلانسر وابتديت اتعامل مع عملاء من كل دول العالم، وبقيت اعمل فلوس احسن من اي وظيفه. انت كمان تقدر تظبط الانجليزي وتحقق هدفك.